معالي الوزير نايف البكري، حياك الله. حياكم الله حياكم الله اخي علي، الف مبروك الف مبروك للشعب اليمني والقياده السياسيه وجمهورنا العزيز والمنتخب الوطني للشباب الذي اسعدنا اليوم في هذه المباراه. وانا قلت لك اخ علي في بدايه مشواركم ان المنتخب ان شاء الله سيصعد الى النهائي. صحيح، كنت متفائل وكنت على ثقه ان المنتخب بيفوز. لوحه فنيه على ارض الملعب يشرفون فيها اليمن ويشرفون ايضا المنتخبات الوطنيه والقطاع الرياضي الكبير الذي تابع اليوم الملايين من ابناء الشعب اليمني في كل مكان، في صنعاء وفي عدن وفي حضرموت وفي ابين وفي لحج الخبيره وفي تعز وفي كل الداخل والخارج من ابنائنا الجماهير الرياضيه السواقه الى فوز المنتخب اليمني. الشكر للاتحاد العام لكره القدم والطاقم المنتخب الكبير بقياده الكابتن العزيز محمد النفيعي والاخوان في قياده البعثه، ولكل اللاعبين ولهذا الجمهور الكبير الذي اسعدنا اليوم بالالاف الذين حضروا الى الملعب والذين كانوا هم الرقم الاول والرقم المميز. الف مبروك، نهنئكم ونهنئ جميع ابناء الشعب اليمني، نهنئ امهات هؤلاء الابطال الذين كانوا اليوم في الملعب، قدموا ملحمه رياضيه كبيره استحقوا فيها الفوز. وان شاء الله في النهائي باذن الله عز وجل سيقدم المنتخب لوحه اكبر واجمل، والكاس ليس بعيد عن اليمن. إن شاء الله. كنت في المكالمة الأولى معالي الوزير متفائل وعلى ثقة أن الشباب إن شاء الله يصلوا للنهائي وقد وصلوا. الآن يعني تخيل اليمن يتأهل للنهائي رغم كل الظروف اللي تمر في بلادنا، انقطاع للرياضة عكس بقية المنتخبات. إيش اللي يمثل هذا التأهل للنهائي بالنسبة لليمنيين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا؟ والله يمثل هذا التأهل إلى النهائي هو حلم اليمنيين جميعا بهذا المنتخب الكبير، بهؤلاء الذين قدموا لوحة كبيرة من الجمالية الرياضية والفنية على الملعب، الذين أسعدوا الآلاف من اليمنيين، قدموا أيضا لنا لوحة كبيرة من الطموح والإصرار على الفوز وعلى النهائي، وأيضا ألقوا على عاتقنا المسؤولية كما تحدثت في بداية مشواري بأن هذه مسؤولية كبيرة أمامنا كوزارة وكاتحاد لكرة القدم وكدولة. وأنا أقول لك قبل قليل تلقيت أيضا اتصال من فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي يبارك بهذا الفوز ويؤكد على دعمه لمواصلة المنتخب اليمني للشباب وللناشئين وللمنتخب الأول، وأيضا سيكون في